السلام عليكم متابعيني الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. مرحبا بكم في قناتي، قناة سارة غزالي. اليوم جبت لكم يا عشاق الحامض واحد الكيك خطير بالحامض، كذلك الصوص كيف ما كتشوفوا ساهل، كيوجد بجوج مكونات، حتى هو ديال الحامض. رائع 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 بزاف هاد الصوص البنات. الا جربتوه انا متاكده غتبقاو دائما تزينوا به لي كيك ديالكم، وساهل ودغيا كيوجد. والكيكه كتجي رائعه بالحامض والكوك، شي حاجه لي طوب طوب. شي حاجه اللي مغايره على العاده. ما نقولش لكم البنات الا صايبتوها غادي هاد الكيكه غادي تتكال في الساعه ديالها، ما غاداش تسنى لانها كتجي لذيذه 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 بزاف وخطيره البنات. ننصحكم حبيباتي تتابعوا لا فيديو حتى الاخر باش نتوما ملي تجربوا هاد الكيك ينجح معاكم. وكذلك نعطيكم المقادير مضبوطه والطريقه وكل شيء مفصل في لا فيديو. شوفوا معايا تبارك الله كيف كتجي من الداخل، كتجي زوينه بديك النكهه ديال الكوكو الحامض، روعه روعه. يلا تابعوا لا فيديو. غنحتاجوا للكيك ديالنا، عندي هنايا 4 البيضات، يعني حجم متوسط. الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 3. عندي هنايا قشور حامضه، عندي هنايا 4 المعالق ديال الكوك رقيق، عندي 2 الاكياس ديال الخميره كيماويه، عندي هنايا كاس ديال سكر سنيده، عندي هنايا نص كاس ديال زيت نباتيه، وعندي هنايا تقريبا واحد 4 المعالق ديال الحامض، وعندي واحد الياغورت مسوس اللي كيجي خطير في هاد الكيكه، وهنا عندي ربعه ديال الدقيق الفورس اي 250 غرام. هنا غنحتاجو الخلاط، ضروري البنات ما غنخدمو بالخلاط لاننا غنبغيو نطحنوا الكوك ودوك القشور ديال الحامض. كما كتشوفوا هنايا درت البيض، ضفت عليه السكر، غنضيف عليه كذلك الزيت، وغادي نطلعهم مزيان. هنا من بعد ما طحنتهم مزيان غادي نضيف هذاك الياغورت المسوس، كيجي رائع البنات لان حنا بغينا حنا تجينا غير النكهه ديال الحامض والكوك في هذه الكيكه، لذلك كنستعملوا الياغورت المسوس. وهذا الياغورت المسوس كيعطي حتى واحد الطراوه، واحد الهشاشه. صافي هنايا غنضيف كذلك القشور ديال الحامضه، وغادي نضيف هنايا 4 المعالق كيف ما سبق وذكرت ديال الكوك الرقيق. صافي وغادي نطحن الكل مزيان. هنا من بعد ما طحنت المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا، صافي غادي نفرغهم في واحد البول كبيره باش غادي نضيف لهم الدقيق. هنا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، وكيف ما شفتوا انا مازال ما ضفتش هنايا الحامض، غنخليه كمرحله اخيره باش كيجيني الكيك ناجح. هنا البنات نسيت الملحه، انا ضفت واحد القبيصه ديال الملحه، دائما قبيصه الملح لتحسين الذوق. صافي كنبدا نضيف الدقيق وكنخلط. انا هنا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش طويل حتى تشوفوا معايا القوام المتحصل عليه. بالنسبه للدقيق البنات عينيكم ميزانكم، انتم غتشوفوا معايا القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، اما بالنسبه للدقيق فكاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. صافي هنايا غادا نضيف هذوك جوج الاكياس ديال الخميره الكيماويه، دائما نغربلوهم، ودائما نغربلو الدقيق باش كيجينا الكيك ناجح وخفيف ومهوي. صافي هنايا ضفت هذيك الرابعه كلها ديال الدقيق. صافي غادي نخلط مزيان مزيان حتى ينسجم لي الدقيق مع باقي العناصر اللي عندي. صافي هنايا وغادي نزيد هذوك 4 المعالق ديال الحامض، عصير الحامض. صافي وكنخلط مزيان 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 حتى كيدخل مع المكونات. واحد الريحه البنات ما بلا ما نقول لكم، ريحه الحامض والكوك شي حاجه يا سلام. هانتوما شوفوا معايا القوام المتحصل عليه، الكيك كيجي خفيف. هنا عندي واحد المول اللي دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. شوفوا معايا القوام اللي حصلت عليه هو هذا البنات، خاص يجي ما يعني ما جاري ما ثقيل، خفيف. صافي وغادي نفرغ المحتوى ديال الخليط اللي عندي. صافي غنفرغ الكل هنايا في واحد المول كما كتشوفوا.
صافي دخلته الفران، يعني طاب غير من التحت، شعلت عليه غير من التحت على درجة حرارة 200، الفران بارد طبعًا. ومن بعد ما طاب الكيك ديالي وخليته حتى برد، ها نتوما شوفوا كيف كيجي تبارك الله، كيجي عالي مرتفع ومنفوخ، كيجي رائع ومذهب، وريحة الحامض والكوك كتفوح منه، يا سلام يا سلام. شوفوا معايا كيف كيجي رائع البنات، كيك خطير بمعنى الكلمة. شوفوا معايا كيف كيجي تبارك الله، كيك شاهق، مع ان هذاك المول فاش طيبته البنات راه كبير، ماشي مول صغير، راه مول كبير، غير مع الكاميرا كيبان. صافي غادي نقلب الكيك ديالي كما كتشوفوا، كيجي يا سلام يا سلام. كنشكر فيه، ولكن الا جربتو غتعرفوني على اش كنهضر. هنا بالنسبه للصوص الخطير والعجيب والساهل والسريع، عندي هنا تقريبا واحد 120 غرام ديال السكر كلاصي، سكر كلاصي البنات، وعندي هنايا كميه من العصير ديال الحامض. ما غادياش نجيو نديرو الحامض دفعه واحده، كيف ما كنعرفوا ان السكر كلاصي راه دغيا كيذوب وكيطلق حتى هو داك الماء ديالو. هنا غنبدا نضيف شويه بشويه حتى نشوف القوام واش خاصني نزيد ولا لا. صافي هنا انا درت دفعه واحده، مع انا مولفه ديما كنوجدو، يعني جيت حطيت العصير دفعه واحده. صافي هنايا غنبدا نطرب فيه مزيان مزيان، تنحيد دوك الكويرات اللي كيتكتلوا ديال السكر كلاصي بالمعلقه كيف ما كتشوفوا. صافي وكنحصل على القوام اللي بغيت، هو هذا. كيجي خطير البنات، هذا الصوص واعر واعر واعر. زينوا به الكيك ديالكم صراحه ما غتندموش. شوفوا معايا صافي كنحصل على هذا القوام، كيكون ثقيل شويه باش نزين الكيك ديالي. صافي الكميه ديال الحامض اللي بقات لي غنحتفظ به حتى نعاود به الكيكه. لان دائما كنوجد هاد الكيكه صراحه، لان كتجي خطيره صراحه. عندي في الدار كيحماقوا عليها. صافي غنبدا نزين به الكيك ديالي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غنخليه يجي مدمع في الجناب. كذلك الكيك ديالنا كيتسقى بها، كيجي رائع. وفي هاد المرحله البنات الا بغيتو تزينوا بهذا الصوص غتخليو الكيكه حتى تبرد، باش هذاك الصوص اللي غنديرو ما يذوبش لينا ويشد راسو. نتمنى الفكره تكون وصلاتكم. صافي كنزين بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، كندير ليه دميعات من الجناب باش كيجي هابط على الكيكه ديالنا ومسقيه. صافي كنزينو على هاد الطريقه البسيطه واللي كتجي واعره. صافي دابا غادي نكمل ليه التزيين ديالو، وغتشوفوا معايا الطريقه ديال تشوفوا معايا يعني كيفاش غادي يجي ملي غنزينو. شوفوا معايا تبارك الله كيف كيجي مدمع وكينشف على الكيك، كيجي رائع البنات. وزينته باللي طرونش ديال الحامض مع دوك الحامض المجروش، شي حاجه اللي طب تزيين راقي، وفي نفس الوقت ما كيكلفناش بزاف وكيجي واعر منظر ومذاق. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم البنات، وتكونوا استفدتوا معايا، وبغيتكم صراحه بالاخص عشاق الحامض يجربوا هذه الكيكه، ما غاديش تندموا عليها نهائيا. وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم، كتجي خفيفه وبنكهه مختلفه على العاده. ايوا وكنتمنىها تعجبكم. ملي غتجربوها غتشكروني وغتعرفوني علاش كنشكر فيها بزاف. هانتوما شوفوا كيف كتجي من الداخل، كتجي مفشفشه خفيفه مهويه، كتجي طوب. ايوا وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم حبابي. والا عجبكم ما تنسونيش، الا عجبكم ما تنسونيش من الضغط على زر لايك، وكذلك خليو لي كومونتير محفز، ولما لا بارطاج باش القناه ديالنا تكبر وتعم الفائده، ونزيدو نكبروا من القناه ونزيد معكم وصفات فلوقات اللي بغيتو. يلا نخليكم ونقول لكم بسلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.